القدم في قصص كتير بتبدأ على إنها حلم، لكن الحلم أحيانا ده بيتحول لكابوس مش نجاح. حكايتنا النهارده عن النادي الأهلي، نادي القرن، النادي اللي جمهوره بملايين. استقبل مدرب كده جاي من أوروبا الكل ما كانش عارف عنه حاجة، اسمه مارسيل كولر. البداية كانت نار والإنجازات اتحققت بسرعة، لكن النهاية كانت صادمة ومؤلمة لجماهير المارد الأحمر. السؤال بقى اللي هيخلينا نرجع خطوة لورا، إزاي قصة مارسيل كولر بدأت مع الأهلي بحلم وانتهت بكارثة وفشل؟ تعالى أما أحكي لك. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس، كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. في سبتمبر 2022 الاهلي بيتعاقد مع مارسيل كولر، مدرب سويسري وعنده خبره في اوروبا، بس محدش عارف عنه حاجه خالص لانه كان بعيد عن اضواء المدربين الكبار. اول رد فعل من الجمهور، مين ده؟ مين كولر؟ بيعمل ايه؟ وهل يقدر يشيل نادي تقيل زي النادي الاهلي؟ لكن كولر بقى كان عنده رد عملي ومش بالكلام. في اول اختبار كده فاز الاهلي بالسوبر المصري قدام الزمالك، ومن هنا بقى بدات الاحلام تكتر وتوقعات الجمهور من مارسيل كولر بقت اكتر واكتر واكتر. واحد ورا التاني في التالت والاهلي بيكسب وبياخد بطولات وبيرجع شخصيه البطل اللي الجمهور كان مفتقدها. لما رجل طبعا المسلوسي في توقيت روعه حط رجله معاه. ادي واحد تاني خطير خطيره وهوبا والهدف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. قفشه خطيره وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. كولر يسكت لحد هنا؟ لا، يفوز مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا وخد الماتش كده من قدام الوداد ورفع الكاس. ده غير ان هو رجع مع الاهلي الدوري ورجع معاه السوبر. يعني انت متخيل، خد معاه دوري ابطال افريقيا والسوبر والدوري. بقى المدرب اللي اي مشجع احمر بيتمنى ان هو يقعد سنين في الاهلي. الجماهير شافت فيه الاب والقائد اللي رجع الثقه للنادي وجمهوره. كولر ما كانش بيتكلم كتير، لكن افعاله بقى في الملعب كانت بتتكلم بصوت عالي. لكن زي ما كل قصه دراميه لازم يبقى فيها صراع، كولر بدا هنا يواجه التحديات، اصابات بالجمله ولاعيب ورا التاني بيقعوا، والجمهور بقى هنا بدا يسال الاصابات الكتير دي ليه؟ مين المسؤول عن الاصابات دي؟ كمان طريقه لعب كولر بقت محل جدال، البعض شايفين ان هو واقعي وبيلعب كويس وبيدافع كويس وبيكسب، لكن في ناس تانية شايفه ان هو حذر زياده. الاهلي لازم يهاجم ما يلعبش على النتيجه وبس. والخسارات كانت قليله بس كانت خسارات كبيره بالنسبه للجمهور، وكانت بتعمل زلزال وسط الجمهور، واللي كان بطل امبارح بقى متهم النهارده. الجمهور على السوشيال ميديا برضه ما سكتش، بدا يهاجم مارسيل كولر. عندك مثلا كولر بيقلل متعه الاهلي، كولر مش عارف يدير التبديلات، وكولر بيعتمد على نفس اللعيبه ومش بيجدد. التوتر بين الجمهور وكولر بدا يكبر، والضغط كل ما يزيد العلاقه بينه وبين الجمهور بتتوتر اكتر واكتر. وتيجي بقى هنا اللحظه والصدمه الكبيره. الاهلي بيعلن انفصاله عن مارسيل كولر. النهايه اللي ما كانش حد متوقعها جت بسرعه، والجمهور هنا بقى انقسم. في اللي شايف ان كولر حقق بطولات عظيمه وصعب ان احنا نعوضه، وفي اللي شايف ان وقته خلص وان احنا محتاجين مدرب تاني يكون عنده افكار هجوميه اكتر من كولر، عشان كولر كان بيعتمد على الدفاع اكتر من الهجوم. كولر اصلا قالها بنفسه ان هو ممتن وفخور بوجوده في النادي الاهلي ومبسوط بالفتره اللي قضاها في الاهلي، وهيفضل دايما ممتن للجمهور. لكن الحقيقه بقى النهايه كانت حزينه. الحلم اللي بدا ببطولات انتهى بخلاف وتقاسم بين الجمهور، لان في ناس قالت ان كولر يقعد وفي ناس قالت ان كولر كان عادي ان هو يمشي. يا ليلة يا ليلة يا ليلة، كانت زمان زرقاء بقت حمراء. حكم الدولي البرتغالي فابيو فريسيف. قصة كولر مع الأهلي مش مجرد قصة مدرب ومشى وخلاص، دي المراية للعلاقة ما بين الجمهور وما بين النادي، علاقة مليانة حب وشغف، إنما برضه مليانة توقعات عالية وضغوطات. كولر هيمشي، إنما السؤال هيفضل موجود، هل الأهلي محتاج مدرب خارق ولا محتاجة منظومة كاملة تبني جيل جديد يستمر العقود مع النادي؟ انت بقى قول لي ايه رايك في الكومنتات. هل انت شايف ان كولر انجح مدرب اجنبي جه الاهلي في خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول، ولا انت شايف العكس؟ اكتب لي بقى في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير
ويا ريت نعمل سبسكرايب كده ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بيحصل في القناه. مستنيكم، سلام.